الا الفروق اللي ربما تتكون عندها لاعبين في الهجوم تيلعبوا على الهجوم ربما بحال المنتخب الكابوني، ولكن راه كان قوه هجوميه ولكن دفاعيا لانه كنلقاو الحلول. وحتى ملي تدخل اللاعبين راه 90% ديال اللاعبين ولا 80% كلهم كلهم جداد في اول مره غيلعبوا. النقطه اللي بكل صراحه الايجابيه في هذه المباراه هذه، اولا خدينا دروس، ثانيا ازنو لاعب اللي عنده بوادر بانه يكون يلقى لنا هذاك العقده اللي ما لقيناش. افضل اكتشاف وتسجيل الهدف لزياش ربما يعطي حركيه، يعطي دياز وما نساوش بانه بكل صراحه لا زياش راه هو اللي رد الفريق المنتخب المغربي. ربما شنا غير من لانه في الشوط الاول ولو تسديده للحارس، ملي دخل زياش دار تسديده، دار عرضيات، وهذه هي اللي تتربك هنا، تتربك الحارس وتتربك حتى المدافعين، ما تيبقاش يعرفوك واش غادي تيري واش غتلعب دونك ملي تلقى الحلول اكثر حلول تنظن انه غتلقى دير ديزيكيليبر الدفاع، وهذا هو اللي بطبيعه الحال كيرجع دائما للكرسي الاحتياطي تحدث عليه وليد الركراكي. اكيد سي مراد، اول شيء نتحدثوا على دابا صبحت الامور الحديثه في الاناليز فيديو هو الماتش ديريكت، انك تقدر انت تتفرج اناليزي. وداك الشيء اللي قصنا سي مراد هو اللي تحدث عليه وليد، تحدث على النقطه المهمه باش ديزيكيليبري بحال هاد لي بلوك با، هو السرعه في التمرير، باش تفاجئ الخصم. تحدث بان لونطام دو ماتش ما كانش مزيان، كان بطيء، وداك الشيء اللي صعب المباراه. وتحدث على السرعه في الاداء، وهنايا جات لقطه لخصات كل شيء، لان حكيمي بلمسه وحده عطى لزياش ما زادش بزاف بسرعه النصيري، ونصيري ايضا بلمسه، وهنايا دياز تيدير حركه جيده باش غادي يقدر اليميني 4 ولا 5 في وسط مربع العمليات ويسجل. وبالتالي نجح في فك هذا اللغز والشفرنه. خلاصه اللي وليد لاحظ وهو ان في جميع المباريات مع البلوك با خاص ضروري يكون لو ريتم، الا ما كانش لو ريتم غادي يوجدوا صعوبه كبيره. وهذا هو المطلوب، وهذا هي الدروس اللي خرج بها المنتخب الوطني من خلال هذه المواجهه. كيف ما قلت مباراه بعديد الايجابيات صراحه، بالرغم من المستوى اللي شاهدناه والايقاع اللي شاهدنا بهذه المباراه، هدف وحيد جاء في الدقيقه 93، لكن العديد هي الخلاصات والدروس ما يمكن لها الا تفيد النخبه الوطنيه. مهم بالنسبه للمدرب، بالنسبه للاعبين، بالنسبه طريقه اللعب ديال وليد الركراكي، ويلقى الحلول. لانه احنا اليوم ولينا تنشوفوا من خلال هذه المباريات هذه، فتنظن بانه كاين بعض اللاعبين اللي لابد ما يكونوا في المباراه، لانه الا تكلمنا على بكل صراحه خصنا، رغم ان في بعض الاحيان تتكون خصو يكون زياش وما يكونش يكون دياز وما يكونش زياش، ودياز ضروري يكونوا في المباراه. بكل صراحه لاعبين عندهم امكانيات، كل واحد عنده واحد لو ستيل ديالو، هذوك الاختلاف في لو ستيل تعطيك الحلول، تعطيك اكثر الحلول. تكلمنا على السرعه، دائما ملي تيكون تكتل خصك تكون السرعه باش تلقى المباغته، لانه المباغته الا ما كانش فيها السرعه ما تتسماش مباغته. فتنظن بانه دائما خصك تقلب على في واحد الوقت يكون سهو من الدفاع. تنظن بانه اليوم لقينا مشاكل وخدمنا الحلول الهجوميه اكثر من الدفاعيه، لانه الدفاع ما شناش ما قصناش وما ما كانش قياس، ما تختبرش. فتنظن بانه مباراه مهمه للمنتخب المغربي. انا بالنسبه لي انتصار ب1-0 احسن من انتصار ب10-0، وما يبانوش عيوب باش نلقاو حلول، ماشي عيوب، باش نلقاو حنا حلول باش نباغتوا بها الخصم. وكذلك هذا هو المطلوب من خلال هكذا مباريات وامام منتخبات اللي كتلعب بهذا المستوى والاعتماد على الكتله الدفاعيه. خروج 5 لاعبين ودخول لاعبين اخرين مع الابقاء على الاكتشاف الجديد. ادم أزنوارد. اكيد، لان كما تحدث عبد الواحد راه ما كانش اختبارات كبيره. نعم. وتحدثنا على ان منتخب ليسوتو
يقدر يدافع، ولكن في اخراج الكره وتسريعها الى الامام يعني وضع المنتخب او خط الخلفي في خطوره ما كانتش، وبالتالي ما غيغيرش الشق الدفاعي لان ما كانتش خطوره كبيره بالنسبه للخصم، مع الاحتفاظ بازنو لان قدم مباراه كبيره، لاعب في الالتحامات قدر ياخذ نزالات ويعني ما تراوغش، وفي واحد الالتحام هوائي قدر ياخذ الكره، تيزيد لوسط الميدان زياده عدديه وبالذكاء ديال التموقع ديالو يقدر يزيد حتى المربع العمليات المراوغ، لاعب سريع. اذا الخط الخلفي كامل خلاه لان ما كناش مختبرين، زاد اعطى قوه يعني الهجوميه باش يلقى الحلول. كما تحدث عبد الواحد يعني ماشي ضروري نلقاو اعذار على ان زياش او دياز ما يلعبوش، عندهم نفس البروفيل. بالعكس انا بالنسبه لي قوه تحتاج الى قوه باش تفعل. تواجد ديال جوج ديال اللاعبين لا توظفنا توظيف جيد مع جمل تكتيكيه وافكار تكتيكيه جيده للمدرب، نقدروا هذه الامتيازات كامله تكون ايجابيه، وهذا الشيء اللي بان في اللقطه الاخيره بسجلنا هدف. دونك التحليل العام ديال المباراه تيبقى تحليل جيد بالنسبه لجميع اللاعبين. الا جينا نحلوا على المستوى الفردي جميع اللاعبين ما ارتكبوش اخطاء، على المستوى الجماعي لقينا حل من الحلول باش سجلنا هدف، وهذا اللاعب هذا فهو مكسب ان شاء الله، باقي عنده لاج اللي يقدر يتطور على جميع المستويات. في مدرسه المانيه خالصه بايرن ميونخ لاعب